زي ما اتفقنا ان كل حجم من الاسماك كله نسبه البروتين خاصه بيه، او كل عمر من الاسماك كله نسبه البروتين خاصه بيه. زي ما في البدايه كده بتبقى الهبوشه او الزريعه، اليرقات بمعنى صح يعني، بتبقى اول ما بتفقس عندنا من البيض بنديها نسبه بروتين 32%. بعد كده بتبقى اسبوعات بنديها 30%. بعد كده لما بتوصل من 100 ل 150 جرام بنديها 27% بروتين. بعد كده لما بتعدي ال 250 جرام او 300 جرام بنبتدي نديها 25% بروتين. هو ده كده صح عشان ما يبقاش فيه بالنسبه لها لودنج على الهضم بالنسبه لها، او ان هي، لان طبعا ده يعني زي البني ادم كده، الطفل الصغير بقى محتاج بروتينات عاليه. لما بيكبر وخلاص كون جسمه كله وكل الاجهزه الفسيولوجيه بتاعته، مبقاش محتاج كل البروتينات دي، يبقى محتاج بس بروتينات اقل، لان لو اخذ اكتر من كده هتتعب الهضم عنده، لان المعده مش مستحمله كميه البروتين العاليه دي. تمام. طيب لو فضل عندي بقى ميه، طبعا انا حطيت البكتيريا على كميه اكبر طبعا من المحتاجه العلف. لو فضل عندي حاجه كده بوزعها على الاحواض، لان انا كده بزود البكتيريا النافعه الخاصه بالهضم في الاحواض اللي عندي، ما ارميهاش لان دي مفيده طبعا للاسماك. بعد كده بمسك العلف اللي انا حطيته ده، طبعا احنا كده كنا سايبينه من حوالي 10 دقائق ربع ساعه. نبتدي بعد كده يعني بنسيبه من 10 دقائق ربع ساعه عشان يتخمر، وعشان البكتيريا تنشط في كل حبيبه موجوده فيها، وعشان يبقى جاهز للعلف. بقسم دول على 3 احواض اللي موجودين عندي بالتقريب. هنا عشان الحوض ده عندي كميه اكبر شويه فهعمل حسابي فيها، ولما اجي ارمي العلف ارميه بعيد واوزعه في الحوض، عشان اضمن ان يبقى على وش الميه كله، والاسماك كلها تقدر ان هي تاكل من غير ما يبقى فيه تزاحم عندي. هنخش على الحوض اللي بعد كده. وهنخش بعد كده على الحوض. نحسب الوقت كده دلوقتي يا زويل، عشان هنحسب الوقت. هنحسب الوقت ونشوف هو هيخلص الوجبه دي في قد ايه، عشان نعرف اذا كانت الوجبه دي مظبوطه ولا هنزودها ولا هنقللها. لو قعدت تلت ساعه عبال ما تخلص يبقى مظبوطه نوعا ما. لو قعدت نص ساعه يبقى مظبوطه تمام قوي. لو قعدت اقل من كده 5 دقائق 10 دقائق يبقى محتاج ان احنا نزودها بنفس النسبه تقريبا اللي استهلكتها فيها من علف. نحسبها برضو في الوقت، ويبقى تقريبا نفس النسبه اللي هتزيد. يعني لو مثلا خلصتها في ربع ساعه يبقى هنزود 30% تقريبا على الكميه دي، وهكذا كده. تمام.